يعد الشعر وسيلة للتعبير عما يجول في خاطر الشاعر من أفكار ومشاعر، وينظمها عن طريق أبيات من الشعر، وهي من مظاهر الثقافة والإبداع في المجتمع. ضيفنا اليوم اختص في مجال الشعر النبطي، وله عدد من القصائد الشعرية المميزة. ورحب بالشاعر عامر سلطان الشبلي. مساء الخير. مساء النور والسرور اختي شاعرنا. عايشة، يا مرحبا الساعة. طبعا أنا سعيد بهاي الاستضافة الجميلة في برنامجكم المميز حديث المساء عبر قناة الشرقية من كلبة، والتواصل الجميل هذا وياكم وحضورنا اليوم، وإن شاء الله نقدم الشيء الجميل والشيء اللي يليق يعني بمستوى الشعر النبطي، ويعني بذائقة أخواننا ومتابعينا الكرام. الحقيقة شاعرنا هذا التواصل لابد منه، وهي ظاهرة صحية هنا في الشارقة لسبب ما، لأن كأمثالكم من المبدعين لابد أن نسلط الضوء عليهم وعلى إبداعاتهم الأدبية وكذلك الشعرية، فهذا هو مكانكم وهذا كرسيكم ومقامكم. الله يحفظكم، ما تقصرون، أنتم يعني قايمين بدور كبير ودور صراحة تشكرون عليه. إذن شاعرنا عامر، الشعر الحقيقة منذ وجود العرب ارتبط الشعر بحلهم، ترحالهم، مظاهر حياتهم اليومية وفي كل جانب في حياتهم صحيح. الشعرية، وإلى أن وصلنا حتى الشعر النبطي، وهو مشتق من هذا الشعر، إن كان شعر فصيح على حسب لسان ولهجة أهالي المدن أو المناطق التي يتبعون إليها، لكن الشعر دائما له أثر على حياة الشاعر وأسباب ولدت هذا الشاعر لأن يكون شاعر. فما سبب وجود عامر اليوم في الساحة الشعرية؟ سؤال جميل بصراحة. هو الشعر يعتبر منصة للتعبير، منصة للبوح عما يدور في خلجات النفس وفي ذهن الشاعر. فالشاعر منذ مرحلة مبكرة من عمره في مرحلة اكتشاف الذات واكتشاف ميوله الداخلي إلى أين. يعني تجد في أشخاص مثلا توجهوا للرسم، فهم يعبرون عن الأشياء اللي تدور في أذهانهم عن طريق تجسيدها في لوحات فنية جميلة. والشاعر وجد في الشعر متسع، ووجد مساحة للتعبير وللبوح، وأيضا لتخليد المواقف والذكريات اللي تمر في حياته اليومية. والشعر في المجمل مثل ما يعني ذكر عبر التاريخ أنه ديوان العرب، لأنه بالفعل وثق لمراحل مهمة من تاريخ العرب. فالشعر ملازم للإنسان العربي في حله وترحاله. والشعر النبطي ما في شك يتبوأ اليوم مكانة سامية ومكانة كبيرة على مستوى الأدب وعلى مستوى الشعر، فتجده ما يقل أهمية عن مستوى الشعر الفصيح أيضا. وبالتحديد هني عندنا في إمارة الشارجة طبعا بدعم ويعني حرص من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، اللي أعطى الثقافة بشكل عام اهتمام كبير، وبالأخص أيضا الشعر النبطي اللي هو مجال حديثنا اليوم. فأنشأ المجالس الأدبية وأنشأ القنوات وسخر هذا الإعلام لدعم مثل هؤلاء الشعراء والمبدعين والشاعرات أيضا ما أغفل دورهن. فالمسألة أصبحت اليوم تكاملية حقيقة، ونحن محظوظين في إمارة الشارجة بهذا الدعم السخي من القيادة. ويعني نشكر صاحب السمو الشيخ سلطان دائما جزيل الشكر، ونرفع له يعني أسمى آيات الشكر حقيقة من قلب كل شاعر وشاعرة على أرض هذه الوطن الطيب وهاي البلاد العزيزة. إذن شاعرنا، قبل أن نتعمق بأسئلتنا لهذا اليوم نود سماع قصيدة. طيب، نعد عليكم قصيدة مثلا. مخوة ناس تجبرنا سجاياهم، نبادلهم قدر عالي من الهيبة، نفوس ينجبر خاطرك وياهم ولا يرضون فيك دنات المصيبة. مخوة ناس تجبرنا سجاياهم، نبادلهم قدر عالي من الهيبة، نفوس ينجبر خاطرك وياهم ولا يرضون فيك دنات المصيبة. يبثون الأمل في يوم لقياهم، سوالفهم عسل ممزوج بالطيبة،
حسن الأخلاق والأذواق حياهم، ويجبرك التعامل في أساليبه، أناسة بال من شوفة محياهم، قلوب صافية تهديك ترحيبه، من الأشواق كم تخجل عطاياهم، ولد داخلك في معزته من ريبه، مخوة ناس تجبرنا سجاياهم، نبادلهم قدر عالي من الهيبة. صح لسانك صح الله بدنك. شاعرنا.